حبايبي الحلوين، وصفتنا النهارده هنعمل الكشري المصري، الاكله المفضله عند الناس كلها. الاكله اللي محدش بيقدر من الاخر يقاومها. هنسمي بالله ونبدا وصفتنا. هنبدا بالبصل وهو اساس الوصفه كلها. هنبدا اول حاجه نقطع البصل شرايح رفيعه. شرايح بس كلها تكون رفيعه رقيقه قوي كده زي بعضها. انا بقطعها على الشباسه عندي بتاعه الشيبسي عشان كل الشرايح تبقى قد بعضها. وهبدا اجيب معلقتين اتنين كبار نشا، ان انا اقلبه في النشا اللي انا حطيته. هبدا اقلبه كله واخلي النشا يطول البصل كله، واحط معاه يعني حبه ملح صغيرين. وهبدا اجيب زيت اهو في الطاسه، ما يكونش الزيت سخن قوي للدرجه وسط، درجه حراره الزيت بتكون وسط. وهبدا انزل بالبصل كله وايدي بقى فيه، يعني طول ما هو على النار معايا انا ما بسيبهوش واركن، لا، بقعد اقلب فيه علشان خاطر ياخد اللون كله، يعني كله يبقى سوا بعضه في اللون. ما بركنش البصل شويه وارجع اقلبه، لا، هتبقى حته مستويه وحته مش مستويه. هفضل اقلب فيه طول ما هو على النار زي ما انتم شايفين كده. كل شويه اقعد اقلب فيه لحد ما يديني اللون الذهبي الجميل قوي ده، علشان بس ما يتحرقش مننا، هيدي طعم وحش للكشري. هبدا بقى ان انا اطلعه، هجيب مناديل ورق واحطها على طبق كبير، وابدا بقى ان انا اسيبه ينشف على المناديل الورق دي كلها. اشيل كله واسيب الزيت انا محتفظ بيه، هصفيه لو في اي حاجه. وهبدا ان انا هنزل بقى في الطاسه او في حله، هننزل بالزيت بتاع البصل ده. وهجيب معايا معلقه كبيره مفرومه توم. وفي بقى سر تحطيه، لو عندك عود قرنفل، عود واحد بس، انا مش دقه مع فص التوم. كام فص توم دول؟ هي معلقه توم، ست سبع فصوص توم، هحط عليهم عود واحد قرنفل بس. وهبدا اقلب احط معلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون، بس ما بحطش اكتر من كده. هقعد اقلب لحد ما احس ان بدا ريحه التوم ان هي تبدا تظهر معايا. وانا بقلب هبدا احط معلقه كبيره خل، مش بكتر خل قوي، يعني هي معلقه بس، معلقه خل تدي ريحه بس بسيطه ليه. يعني بنقلب لحد ما نبدا ان هو مش هيدينا لون دهبي غامق، لا، هيبدا ان انا احس ان ريحته بدات توضح قوي مع الكزبره والكمون اللي انا حطيتهم. واحط معلقه واحده بس خل، وهقلب. هتلاقي الريحه وضحت بقى قوي كده ولعلعت في البيت كله. هنقلب جامد زي ما انتم شايفين. وهكون عصره طماطم معايا، طماطم تكون حمراء عشان ما احتاجش ان انا احط صلصه. احط الطماطم، انا ضرباها ومجهزاها، بس انا مش بصفيها. اللي بيعوز يصفي الطماطم يصفيها، انا عامه مش بصفي الطماطم. انا هقلبها زي ما انتم شايفين، واحط عليها البهارات بتاعتي بقى اللي هتظبط. معلقه كبيره ملح، واحط عليها معلقه صغيره فلفل اسود، مش هكتر فلفل اسود قوي. وهقلب، وربع معلقه سكر، بس هي ما جاتش في التصوير. انا بحط ربع معلقه سكر عشان خاطر اعدل الحموضه بتاعه الطماطم. وهقلب، اسيب النار عاليه لحد ما يبدا يغلي واوطي شويه. وده العدس ابو جبه، انا نقعته نص ساعه، غسلته ونقعته نص ساعه زي ما انتم شايفين. هيبدا لونه انه يفتح بعد النقع شويه. واحطه في ميه وفي حله صغيره على النار، وهبدا ان انا اسلقه معايا ميه مغليه. وده الحمص بتاعي انا مجهزاه برضو وغسلاه ونقعاه بس قبليها بست سبع ساعات، عشان الحمص كان حجمه صغير قوي، بيبدا حجمه يتضاعف بعد النقع، وعشان يبقى يسهل معايا عمليه التسويه، يستوي معايا بسهوله ما ياخدش وقت على النار. هحطه برضو في حله صغيره واحطه على نار السلق. احط عليه معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره كمون عشان ادي بس للحمص طعم. هقلبهم، الحمص مع الملح والكمون اللي انا حطيتهم، احطه على النار. ومعايا كيس مكرونه صغيره الحجم بتاعها صغير خالص، وكيس مكرونه سباكيتي. والميه على النار غليت، هحط عليها معلقه ملح. وهكسر المكرونه السباكيتي معايا. عايزه تكسريها على اتنين، عايزه تكسريها على تلاتة، دي بتاعتك انتي. تحطيها كلها سليمه بتاعتكم اللي يريحكم. مكرونه صغيره هنزل مع المكرونه الاسباجيتي، هسلقهم الاتنين. اقعد برضو اقلب فيها عشان المكرونه ما تلزقش. استمري بقى في التقليب كده. خلاص الصلصه بتاعتي بدات ان هي تتسبك، واللون بتاعها خطير وجميل قوي اهو، من غير اي اضافات، لا صلصه اللي هي المعلبه ولا اي حاجه. اهم حاجه الطماطم تكون حمراء، هتديني اللون الجميل قوي ده. وهبدا اجيب حله واحط برضو زيت من بقيه البصل، زيت تحمير البصل اللي كان معايا. وهنزل بقى بالشعريه. انا معايا كوبايه شعريه وكوبايه رز وكوبايه العدس ابو جبه، يعني كل لو انا عامله ربع شعريه هيبقى ربع رز مصري، هيبقى ربع عدس بجبه. التلاته واحد، يعني اوزانهم واحد، ربع شعريه على ربع عدس بجبه على ربع رز، عشان يديني يعني
التمام للرز، يبقى شكله حلو والطعم كمان يكون حلو، ما تكونش حاجه زياده عن حاجه. والشعريه هي ما بتغمقش مني، وعشان تظبطي لون الشعريه كده، على مثلا ممكن تجيبي الرز او حاجه حطي عليها معلقه ملح كبيره. انا ما حطيتهاش ان دي حاجه انا عارفاها، يعني بقول اللي مش هيقدر يعني ايه يظبط تحمير الشعريه، حطي معلقه وهي تحتفظ باللون بتاعها. حطيت اهي، نفس برضو المعيار بتاع الشعريه هو معيار الرز، غسلاه وشطفاه وصفياه. وادي ده العدس اللي معايا، برضو نفس معيار الرز هو معيار العدس والشعريه. معلقه كبيره ملح، وهقلب كله. هكون غاليه ميه على النار، انا مش بحط ميه كتير قوي علشان الرز مني ما يكون مفلفل كده ومظبوط، ما يكونش معجن. الرز الكشري بالذات ما بنحتاجلوش ميه كتير، يعني ميه بسيطه، لان انا معايا العدس انا سلقاه ميه مغليه بكون غلياها. وهبدا ان انا بقى ايه اظبط الميه بتاعته واقلب كده. بس اهم حاجه ان تكون ميه مغليه، ميه مغليه عشان بتساعدني ان انا اي حد يعني بيساعد اي حد الرز ما يبقاش معجن. ولما اسوي الرز ما بغطيهوش تاني. بعد الرز بالذات بتاع الكشري ما بسويه انا ما بغطيش الحله تاني، انا بسيبه بقى. ولو حطيتيه في صينيه او طبق كبير يفرفرتيه من بعضه كده يبقى جميل. احط بقى كوبايه ميه معايا في كزرولة صغيره، وهبدا ان انا احط برضو نص كوبايه خل. انا كده هعمل الدقه. ومعايا معلقه كبيره توم مفروم، ومعلقه كبيره توم مفروم هقلبها في قلب الميه والخل. واجيب عليها معلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون. وعصرة بقى نص ليمونه، يعني انا بعصر على الدقه نص ليمونه، هتديني ريحه جباره. ايه الكشري ده يعني حاجه تانية، اكله مميزه قوي قوي عند الناس كلها. واحط هنا كده هعمل الشطه بقى. احط معلقه زيت، معلقه كبيره زيت. وهجيب برضو معلقه كبيره شطه. انا عملت معلقه كبيره ويعني عملت معايا كميه شطه كتير، مش عارفه ايه اللي حصل. ونص معلقه كبيره او معلقه صغيره بابريكا. نقلبهم، نبعد شويه عشان الريحه بتبقى صعبه شويه. وهجيب بقى كبشه من الطماطم اللي هي اتصلصت بتاعه الكشري، وهقلبهم برضو هي تغلي غلوه. وكده تمام. يبقى احنا عملنا الشطه بتاعه الكشري، الشطه ام زيت بتاعه المحلات رهيبه. وهبدا بقى ايه، دي حاجه جميله قوي قوي انا بعملها على طول مع الكشري. انا بجيب عندي العيش الشامي اللي هو الابيض ده، اكيد كلنا عارفينه. هجيبه ابدا ان انا اقطعه، هقسمه النصين. وبعد كده كل نص هعمله ربع، يعني 4/4. وال4/4 هقسم كل ربع برضو لجزئين، هقسم كل ربع جزئين. يعني النص هيعمل معايا 8 قطع، 8 قطع كده. وهبدا ال8 قطع دول هفتحهم من بعضهم. هبدا اقطعه بقى قطعه قطعه زي ما انتم شايفين كده انا بوريهولكم. ده اسمه العيش مقرمش، عيش محمص زي ما ايه ما بتسموه بقى. هبدأ ان انا اقطعه قطعة قطعة، بيبقى جميل قوي قوي قوي. في ناس كتير ما بتعرفش تاكل الكشري لما يكون جنبه العيش المحمص ده، وبيدي طعم حلو قوي قوي للكشري. اهو كده خلصت الكمية كلها معايا، الاربع رغيف اللي انا كنت مجهزاهم. هنزل بقى بزيت نضيف برضو كده، ما اكونش قاليه في حاجة. وهبدأ ان انا النار اهي مش هحطه على النار، واهو هحط بقى قطعة قطعة اظبطه. هنزل بقى بقطعة قطعة كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، توصلكوا الوصفة بتاعتي قبل اي حد. وتعملوا لايك، حطوا لايك يا بنات. احط الكمية بقى، ما تخافيش انك تحطي عيش كتير على بعضه، انتي لازم طول ما هو في الطاسة انا لازم تقعدي تقلبيه، هيتقلب لانه بيدي لون بسرعة رهيبة. يعني الكمية دي الاربع رغيف اللي انا قطعتهم بالكمية المثلثات دي ما خدتش مني 5 دقايق الوقت. بيستحمر بسرعة بسهولة قوي، بيدي لون بسرعة. واللون بتاعه بيكون فاتح كده، ما تنسوهوش على النار عشان ما يتحمصش ويتحرق، مش هتحسي بطعمه. تقعدي تقلبي فيه لحد ما يدي اللون الذهبي الجميل قوي ده. وتجيبي بقى طبق او سرفيس كبير وتحطي تحتيه مناديل
هيبدأ تصفيه على مناديل ورق، حاجة كده فوق الجمال بمراحل، جميل قوي. تنزلي بقى بالباقي. انا هوريكم الطاسة دي واحمر الكمية كلها بقى مع نفسي. ايدك بس فيه، لانه كده الزيت كمان بدأ ان هو يسخن. خلاص بقى ايدك بقى فيه، كل تقلبي قلبي، وبياخد لون بسرعة قوي. حتى لو حطيت كمية كتير عادي، ما اهو زي ما انتوا شايفين كده برش عليه. خلص بقى كله، الكمية كلها هي معايا. خلص، رشيت عليه ملح وكمون. ملح وكمون بيديله نكهة وطعم حلو قوي. وبصوا بقى على جمال الكشري والحلاوة بتاعتنا، وعلى جمال العيش. العيش طعمه بيبقى جميل، جربوه يعجبكم قوي. للي مش مجربينه، انا ده اساسي عندي بقى في كل اكلة كشري. الرز اهو جميل قوي قوي ومفلفل زي ما انتوا شايفينه، مفيش حاجة خالص فيه معجنة. اهو لسه انا شلت الغطا على طول اول ما استوى. والمكرونه برضو حلوه قوي، بحط عليها شويه زيت بعد ما اصفيها واقلبها. والعيش اهو جاهز معانا. وصلصه الكشري لونها جميل قوي من غير اي اضافات. والحمص بتاعي اللي انا سلقته، والبصل بتاعي جاهز. ودي الدقه انا حطيتها اهي، والشطه هبدا ان انا اصبها معاكم. شكل جميل قوي، حتى لون الشطه اللون بتاعها جميل قوي. اختيار الطماطم بيفرق قوي قوي في تسبيكه اي صلصه معانا. بص بقى الجمال، البصل اللي احنا حمرناه مع بعض اهو. بصي ناشف كده خالص ومخرفش قوي اهو. يا بنات اعملوا الوصفه كده هتعجبكم قوي قوي قوي. وبالترتيب اللي انتوا شايفينه ده، وعلى كل عين حطي حله للحمص، حله للعدس، حله للمكرونه، حله للصلصه. هيخلص معاكم في ساعه. اسرع وصفه انا بعملها، ما بياخدش مني وقت. هو بياخد حلل بس ما بياخدش مني وقت. يلا حطوا لايك يا ولاد لو عجبتكم الوصفه. اوعوا تنسوا اللايك. بص الجمال بقى. هنغرف اول حاجه اهو كبشه الرز، مغرفه كده رز نحطها الاول. وبعد كده نجيب مكرونه، واحط بقى الصلصه عليها. كبشه الصلصه صلصه مظبوطه، ولا خفيفه ولا تقيله، وريحتها حلوه قوي قوي. ونحط عليها البصل. واجيب بقى الحمص. اللي عايز حمص بكميه كتير بيحط، بكميه قليله بيحط. دي الغرف دي حسب رغبتكم. اهو تظبيط الطبق معانا اهو زي ما احنا شايفين كده الجمال. واستنونا بقى في وصفه جديده من وصفات مطبخ نوجة زي ما انتوا شايفين. حطوا لايك حبايبي لو عجبتكم وصفتي.